لازم بايدينا. الرحلة انتهت؟ اديتنا كتير انتهت. باقي علينا. ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة نرجع تاني ننسى اللي فات نحكي عن معلش التليفون كان بيرن فعشان كده قفلت على طول. النهارده اليوم الكبير بقول لكم بتاع مصر، النهارده ماتش مصر والارجنتين، وقررت انزل كده اتفرج عليه مع اخواتي، فقلت اخدكم معايا عشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده الفيديو يبقى حلو ويبقى الفرحه الكبيره بتاعتنا ان احنا نكسب ونتصعد ان شاء الله. فقلت اخدكم عشان ان شاء الله يبقى لما نكسب اصور لكم كمان الاجواء. فاحنا مستعجلين، هنزل بقى على طول دلوقتي وهاخدكم كده اليوم كله، وادعوا كده وقولوا يا رب كده ايه ان احنا نكسب ان شاء الله. بصوا احنا وصلنا هنا، ده مجمع كافيهات جنب حديقة الطفل. حجزنا في تشيك اند كيك ده. عايزه اقول لكم التوتر يا جماعه، التوتر ليفل مليون بجد والله العظيم، يعني مش عايزه بس اجيب الناس بجد والله العظيم. الساعه دلوقتي داخله على 7 خلاص، فالدنيا زحمه قوي. بصوا بس احنا الحمد لله حاجزين مكان يعني، فربنا يسهل ان شاء الله. ده اللي احنا حاجزين فيه كده. ده كده الكافيه ده كده هنا الكافيه. هنطلع فوق، هو 3 ادوار. نطلع فوق ده في جوه. احنا حاجزين بره، حاجزين المفروض اول صف. ايه ده مش اول صف ليه؟ اهو دي الشاشة. مش عارفة انتوا سامعيني ولا لأ، بس الدنيا بجد زحمة قوي، ما تخيلتش كل ده. فان شاء الله دلوقتي احنا بصوا حاجزين فين. حاجزين هنا فوق. الحمد لله ان احنا حاجزين اساسا، عشان احنا لو كنا جينا كده ما كناش هنلاقي اي مكان. فنطلع بقى دلوقتي. انا نزلنا بس دخلنا التويليت هنا ونطلع مكاننا تاني. خلاص فاضل 5 دقايق والماتش يبدأ. اصور لكم المنظر من فوق. بصوا بصوا الناس، بصوا ما شاء الله العدد كبير قوي. بصوا نطلع احنا لسه في الدور اللي فوق كمان. بصوا دي الشاشة اهي. بصراحة الشاشة كويسة يعني، والهواء الى حد ما. الشمس بس تروح دلوقتي والدنيا تبقى كويسة. يا رب بقى يا رب نكسب بقى بجد والله. توتر عالي قوي. انا مش عارفه هي الشاشه عامله كده ليه في الموبايل، بس هي في الحقيقه كويسه يعني، سواء تقريبا الظل يعني في الموبايل. بصوا سمي الله بقى ونبدا الماتش ان شاء الله. نصور اجواء الفرحه مع بعض يا رب يا رب يا رب. ذكرت اصفر لمين؟
بابا ما يدخلش فيها من الاول. اللعيبه فاول مش هيتحسب. سن الموبايل بعد اذنك سن بس. فاول يلا نركز في الماتش بقى لما يغفلوا لك. انا عايزه افرجكم الاجواء. استنى بقى يا انا والله يعني والله العظيم ما قادرة أصدق بجد، بس ده ظلم، والله العظيم ظلم كبير قوي للمصريين وللمنتخب. يعني ايه ان احنا نكون كسبانين كل ده وجون يتلغي والمفروض ان اللعيبه بتقع وبيضربوا اللعيبه بتاعتنا وبيتعدي عادي، وهم بس لو حد اتلمس فيهم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الحكم، حسبي الله ونعم الوكيل في ميسي. طول عمري بكرهه، طول عمري بكرهه. يعني اكتر حاجه مضايقاني ان فرحه المصريين اتكسرت بجد، والله العظيم دي اكتر حاجه مزعلاني. الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، بس يعني خير تتعوض. يعني كان نفسي اكمل لكم الفلوج بانتصارات بقى، وان انا اصور لكم فرحه وكده، لان بجد فرحتنا في الثلاث اجوان اللي احنا جبناهم بالجون اللي اتلغى ده كانت كبيره قوي، كانت فرحتهم كبيره قوي. الناس كانت بتفرح لدرجه ان بيتنططوا من الفرحه. ف الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله الحمد لله فيها خير ان شاء الله. بصوا لوسيندا عماله تعيط، انتوا متخيلين؟ والله العظيم مش متخيلين يا جماعه الفرحه كانت عامله ازاي. بصوا لوسيندا بتعيط من كتر ما هي شافت اصلا الماتش. خلاص هي بس خلاص، بس بقى ما تعيطيش عشان خاطري خلاص. يعني انتوا متخيلين ان العيله الصغيره مقهوره ازاي؟ ما بال الرجاله بجد والله العظيم. الحمد لله الحمد لله. انا نفسي والله العظيم عايزه اعيط، انا ماسكه نفسي بالعافيه. يلا البوبه جت، بس انت هتجرب النهارده نعمل بقى ايه رايك تجربه للبوبه؟ عايزه تجرب البوبه، فجبت لها عصير فيه البوبه، فنجربه كده معاكم ونقول خلاص بقى بطريقه عياط. وانا جبت ايس كوفي جربوا برده معاكم. عايزه اقول لكم ان احنا طالبين الطلبات دي من قبل ما الماتش يبدا. بصوا جايه بعد ما الماتش خلص قوي قوي يعني. الحمد لله. بصوا جايبين على التلفزيون احتفالات الاهداف. ده البوبه. بصي تعالي اهو البوبه جوه اهي يا حبيبتي. بس هي شفافه اهي. بصوا شايفاها؟ قولي له عايزين شاليمو علشان خاطر بصوا لوسيندا هتدوق اهي. ده الايس مانجا بوبا كده. دوقي ايه؟ دخل في بقي. ايوه حلوه ولا لا؟ حلوه؟ مش باين على وشك خالص. انا دقتها وحلوه يا جماعه والله. انا دقتها بس عشان زعلانه. هي متضايقه بس شويه. انا هيخلصوا لها فالحق اخده من انس عشان ده هو بتاعها. اجيب لانس حاجه تانية. جبت ايس كوفي، ايس موكا، نجربه. طبعا بصوا احنا طالبين من امتى؟ من قبل ما الماتش يبدا. الماتش خلص والناس روحت وهو لسه جايبه لي دلوقتي حالا.
الحمد لله انا طلبت حاجه ساقعه، عشان لو كان جاب حاجه، لو طلبت حاجه سخنه كان زمانها جت متلجه والله. ادي انا اشربه دلوقتي، ما عنديش منك يا رجوله، ما يعديش منك يا رجوله. بصوا الاستيكر مش فارقه كتير، الناس كلها زعلانه وقاعده والله على وشها يعني زعل وغضب والله. الحمد لله. انا سوا هي واحدة ياسر. بصوا دلوقتي احنا خلاص نزلنا من الكافيه اللي احنا فيه، دي حديقة الطفل كده، ماشيين بقى جنبها كده. قررنا ان احنا نروح ناكل، بندور على اي مطعم يعني كده في الحنين ناكل. بصوا احنا هنا كده طالعين على اول مكرم، ودي حديقة الطفل. حديقة الطفل دي اصلا ذكريات الذكريات يعني. احنا كنا زمان ماما وبابا كانوا بيجيبونا فيها كتير جدا 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 يعني، تقريبا كل الاعياد وكل المناسبات. جميله بصراحه، جميله جميله جميله، انا ليها حب كده وذكريات في قلبي يا رب. نروح بقى نشوف دلوقتي هناكل ايه وايه. كملوا بقى معايا اليوم. كان زماننا دلوقتي الشوارع كلها والله كانت عماله تحتفل يا جماعه، انا مقهوره قهره. كان زمان الشوارع كلها عماله تحتفل دلوقتي والناس كلها هايصه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل والله. الحمد لله. بصوا احنا جينا دلوقتي في مجمع الكافيهات اللي هو عند الحديقه الدوليه. احنا كنا عند حديقه الطفل، جينا دلوقتي مجمع الكافيهات اللي عند الحديقه الدوليه. فاحنا كنا بصوا طالعين هناكل اسمه ايه صابر بركار. طالعين ناكل في بركار. لما نوصل ويت لا عشان بياكل. بصوا طلعنا هنا كده في اسمه بركار. انا اول مره اجي الصراحه، بس انا معايا ولاد عمي قالوا ان هم جربوه قبل كده فعجبهم، فاحنا جينا هنا. بصوا صراحه بصوا المدخل اصلا بتاعه مدخل جامد قوي، شياكه شياكه شياكه، عجبني الصراحه. احلى حاجه انه مكيف، اخيرا الجو حر جدا. خلينا ندخل بقى نقعد. شويه ترابيزه. انا اقعد على رأس الطاولة. في ايه؟ عشان المصداقية بس يا جماعة، احنا طلعنا بركار ده اهو، بس هو طلع اسعاره مبالغ فيه قوي قوي يعني. الفرخة المشوية عندهم ب 700 جنيه، فاحنا لمينا نفسنا ونزلنا عادي جدا جدا. صراحة اسعاره مستفزة جدا، بس يعني هو عشان الديكور يعني. فاحنا نزلنا ندور على مطعم تاني يعني لو الدنيا تبقى في اللطيف يعني. ما عنديش مانع ان المطعم يبقى غالي، بس يكون في الغالي في المعقول، انما الاوفر اللي هم عملوه في الاسعار ده صراحه لا. وشفنا اصلا الكميات اللي نازله للناس في الترابيزات اللي حوالينا كميات قليله جدا. فاحنا نزلنا قالوا في فروج ابو العبد، هنطلع ونجربه، نطلع نشوفه بقى. ده فروج ابو العبد، ده اول مره نيجي نطلع كده بقى ونشوف ونجربه ان شاء الله يعني يطلع حلو. بص هنا في عندهم وجبات خفيفه كده اسعارها كويسه. يطلع الديكور بتاعه برضو حلو قوي. نطلع برضو فوق في المكيف. تحسوه سعودي برضو، هو اصلا سعودي اصلا يعني، براند سعودي. طب ما نقعد جنب الفيو هنا، جنب الفيو هنا. قاعدة قبل المرة يا جماعة، بعد ما جينا كل المنيو تقريبا مش موجودة، احنا نازلين بحث مشوي. طب هما شايفين ان انا عشان بصور الحاجة ما بتكملش. احنا تاني مطعم ندخله، بس المرة دي بقى المرة دي كل المنيو مش موجود، كل حاجة طلبناها مش موجود، عشان كده فعلا المطعم فاضي. مش عارفة ايه الذكاء اللي مدخلنا مطعم اساسا فاضي. فاحنا شكلنا هنروح من غير ما ناكل. احنا هنروح مطعم تالت لعل وعسى نلاقي حاجة ناكلها، بس اصلا المطعم فاضي. ايه ده، انا سايبة شنطتي ونازلة. استنوا ادي حاجتي اهي. بصوا المطعم اصلا فاضي خالص.
بس يعني مش فاهمه انا، يعني حاطين المنيو فاتحين المطعم ليه وثلاث ارباع الحاجه مش موجوده، العروض كلها مش موجوده، الوجبات مش موجوده، السندوتشات مش موجوده، كل الاكل مش موجود. احنا رايحين دلوقتي واحد مشوي وربنا يستر. بصوا جينا دلوقتي واحد مشوي. لا طب استنى بقى ساكت. واحده الاموره تقف تطلب واحده الاموره. بصوا ده كده المنيو، ده كده المنيو سندوتشات. يا بقى لنا 3 ساعات بنقول ايه. ودي كده الصواني ماشي. بصوا ايه ده، بصوا اهي. خدوها سكرين شوت بقى عشان اللي عايز يطلب، خدوا سكرين شوت اهي. دي كده سندوتشات والفراخ والوجبات، ودي كده الصواني. بصوا بقى طلبات الاكل. بصوا بجري ورا انس بجد، مش عارفه اصور، بجري ورا انس. بصوا دلوقتي احنا خلاص خلصنا اكل في واحد مشوي، في حفله في الكافيه اللي جنبنا. ما علينا يعني، المهم ان احنا خلاص خلصنا وهنروح دلوقتي خلاص. الساعه داخله على 1 او الساعه 1 اصلا دلوقتي. كان نفسي الفلوج بصراحه ده يبقى دي شكل تاني وينتهي نهايه سعيده. عايزه اقول لكم ان انا كل ما افتح الفيس كل ما بكتئب اكتر من الفيديوهات والحاجات اللي انا بشوفها وكده. بس بجد والله العظيم رساله اخيره، الماتش بجد كان حلو. احنا عملنا اللي احنا كل اللي يقدروا عليه اللعيبه، شرفونا. واذا كنا احنا طلعونا بره البطوله عشان خاطر الكلام عن فلسطين وقضيه فلسطين، فاحنا فخورين جدا بده. وبجد بجد احنا كاننا خدنا كاس العالم وزياده. انتوا بتكسبوا بالظلم وبتكسبوا بالكوسه، فاحنا كسبنا وتشرفنا بلاعيبتنا. يا رب كده دايما في نجاح ونجاح، وان شاء الله هتتعوض، وربنا ما بيسيبش حق حد اتظلم. فاتمنى اشوفكم بقى في فيديو تاني احسن بنهايه سعيده اكتر. ويا رب تكونوا اتبسطتوا معايا. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.